اليوم بيكون صار لي سنتين ما اكلت بيتزا بالبيت. ما اكلت بيتزا بالبيت لانه ما عندي فرن لاعمل بيتزا. فاليوم لقيت طريقة اني اعمل بيتزا بدون فرن. قطعت فليفلة وبندورة وراح نحطهم على جنب، وبعدها منجيب سمونتين ومنرقهم مع بعض بهي الطريقة. وهيك صاروا بعد ما رقيتهم. وهلا بتجيبوا معلقة دبس بندور تدهنوها عليها بهذا الشكل، وبترشوا عليها شوية زيت زيتون. بتجيبوا مطربان الزيتون بتحطوا كم قطعة، ومنرش رشة ملح صغيرة، وبتجيبوا الفليفلة والبندورة اللي قطعناهم وبتزينوها بهذا الشكل. واخر شي رح ابرش شوي من جبنة الحلوم. وهلا بنحط الجبنة اللي بشرناها على الوش بهي الطريقة، ورح زينها اخر شي كمان قطعتين فليفل وقطعة بندورة. وهلا رح احطها بمقلاية على نار هادية كثير وارجع لكم. وهيك صارت جاهزة. حطيتها 10 دقايق على نار هادية وهي هي النتيجة. بسم الله. لازم اعتمدها، كتير طيبة.